السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الممبار الجميل ده بخلطة جبارة، حاجة كده بجد تستاهل بقكم. ان شاء الله يعني فيديو سهل وبسيط. يلا بقى بينا ندخل ونشوف هنعمل الممبار ده ازاي. طبعا سموا الله يا حبايبي وصلوا على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي ويا شفيعي يا رسول الله. ان شاء الله النهارده كده زي ما انتم شايفين الممبار ده اي كمية بقى عندك ان شاء الله يا رب تكون 5 كيلو، هتنضفيها بسرعة الصاروخ. ازاي يا منى؟ تابعي يا حبيبتي الفيديو للاخر وان شاء الله تستفادي منه. بس اتمنى بقى تحطوا لي لايك للفيديو الجميل ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم طبعا في الله حبايبي واخواتي. ربنا يا رب يديم المحبة والمعروف بينا ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده الممبار ده كان يعني ملفوف على بعضه. فككته كده من بعضه وبدأت ان انا احط ايه. اول الممبار كده بحطه في الحنفية زي ما انتوا شايفين. وبفتح الحنفية ليه بقى يا منى ده؟ علشان خاطر يا حبايبي اي حاجة موجودة جواه هتخرج من الناحية التانية، فاهمين؟ انا هوريكم بس انا هعمل ايه وهتشوفوا. بصوا انا بملاه مية للاخر وبعد كده ببدأ ان انا امسكه من الاول للاخر كده واطرد اي حاجة موجودة جواه. ده بيسهل عليا تنظيفه جدا جدا. انا معتمدة الطريقة دي على طول. طبعا اللي عارفني يعرف ان انا جوزي بيشتغل في الجزارة والحاجات دي الحمد لله رب العالمين اتعلمتها وبقيت شطورة ولهلوبة فيها. يعني محدش بيتولد متعلم، طبعا احنا بنتعلم ونستفاد مع بعض. عايزه اقول لكم كنت الاول بتعب جدا في تنظيف الممبار، بس بعد ما اعتمدت الطريقه دي طريقه كده سهله وجميله. بتمسكي الممبار زي ما انت شايفه كده وبتبداي ان انت تطردي يعني الميه الموجوده فيه لبره، فاي حاجه موجوده فيه بتخرج على طول. طبعا الممبار بتاعي معايا ما شاء الله نضيف وزي الفل وزي العسل. تمام كده حبايبي. حطوا بقى لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، وان شاء الله هتشوفوا الخلطة الجبارة التحفة اللي هتشرفك قدام ضيوفك لو انت حابة تعمليه يعني في عزومة او كده. ان شاء الله هتعجبك جدا. بعد كده يا حبايبي طبعا احنا بنغسله كويس جدا من بره لو في اي يعني اي حاجة موجودة من بره في الدهن اللي بره ده بتبدأي ان انت تنضفيه كويس. وبعد كده تمسكي اي معلقة صغيرة او اي قلم او اي حاجة يعني تكون صغيرة كده وتحطيها على طرف المنبار وبعد كده تدخليها زي ما انت شايفة كده. بصي انا بعمل ايه. تبدأي تدخلي المعلقة لحد ما تخرج من اليمة التانية وبعد كده بيتقلب معاكي بكل سهولة. شايفين الجمال والحلاوة؟ مفيش اسهل من كده. عايزة اقول لكم الطريقة دي جوزي هو اللي معلمها لي، ربنا يبارك لي فيه يا رب ويديله الصحة والعافية، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى الجمال والحلاوة ما شاء الله اتقلب معاكي بكل سهولة. في ناس كتير بتكلمني وبتقول لي يا منى احنا والله العظيم نفسنا ناكل ممبار ونفسنا ناكل كرشة، بس للأسف احنا ما بنحبش ننضفهم او يعني بياخدوا وقت معانا في التنظيف وكده. عايزه اقول لكم بعد ما تتفرجوا يا حبايبي على الفيديو ده ان شاء الله مش هتكسلوا وهتشتروه وهتعملوه. يعني طريقه سهله كده وجميله. بصوا كان محمد ابني ربنا يبارك لي فيه يا رب ويهديهولي كان كل شويه يقول ايه اعمل معاكي يا ماما، كل شويه يحط ايده على المنبار اقول له يا ابني ايديك هتتزفر وكده. مفيش فايده، عايز يمسك معايا ويعمل معايا. ربنا يبارك لي فيه ويهديه ويديله الصحة والعافية يا رب العالمين ويخلي لكم أولادكم ولا يحرمكم منهم. اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا بقلبه كله بنفس الطريقة كده يا حبايبي وبعد كده هقول لكم بقى ايه تنزلي الكلام ده كله ازاي. في حاجات كده بتكون بتمزلق كده شايفينها. بمسك السكينة وببدأ ان انا احط المنبار كده على ايدي على الصابع بتاع ايدي وابدأ ان انا اسحب. ممكن تسحبي لفوق وممكن تسحبي لتحت، بيتنضف معاكي بكل سهولة والمنبار بيكون ابيض وزي القشطة. شايفين الجمال والحلاوة؟ مفيش اسهل من كده. في كذا طريقة يا حبايبي لتنظيف الممبار كنت عملت معاكم قبل كده، كنت نضفته بالليفة بصراحة برضو كان حلو. بس انا بستسهل الطريقة دي يعني بالسكينة بصراحة بتنزل لي كل حاجة موجودة في الممبار يعني بتنضف معايا بسرعة الصاروخ. صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طبعا وانتوا عايزين ربنا يعني ربنا يكرمكم كده وتخلصوا شغلكم بسرعة. ما تنسوش الدعاء الجميل بتاعنا اللي انا علمته لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك
يا ذا القوة المتين. خلاص كده يا حبايبي نضفت الممبار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وادي الحاجات اللي هو منزلها، شايفين عاملة ازاي؟ يا نهار ابيض، حاجات كده بتمزلق كده، والحمد لله رب العالمين خلصت منها. نضفت الكمية كلها، وده كان 2 كيلو يا حبايبي، ما شاء الله تبارك الله. عايزة اقول لكم الممبار ده شغله كتير وبيتاكل في 5 دقايق. اه والله. بعد كده نضفته كويس وغسلته شطفته، هضيف عليه شوية كده من الخل، يعني حوالي نص كوباية كده من الخل. ومعايا بقى الملح الخشن ده جميل جدا يا حبايبي في التنظيف بصراحة، يعني بنضف لك وبخلي لك الحاجة زي القشطة. بعد كده جبت كام ليمونة كده، يعني حط ليمون زي ما انت عايزة. انا بحب ان انا اعصر ليمون كتير واسيبه فيه شوية كده محترمة، حوالي نص ساعة، على حسب ما انت بتخلصي الخلطة بتاعته. بيكون هو بقى شرب من الخل والليمون، وبقى ابيض معاكي وزي القشطة. شايفين الجمال والحلاوة؟ كمان لما بتسيبيه كمان شوية بيزيد بياض وبيزيد حلاوة. بس انا كده يا حبايبي هسيبه كده في الخلطة الجميلة دي، وهبدأ تعالوا بقى نشوف الخلطة الجميلة هنعملها ازاي. اول حاجة كده معايا كام بصلاية، حوالي يا حبايبي 5 بصلات كبار. هبدأ ان انا اعملهم في الكبة بالشكل ده كده. عايزة تعمليهم على ايدك عادي مفيش اي مشكلة، بس انا بحاول ان انا انجز في الوقت. كان حطيت بقى شوية كده من الزيت، شوية محترمين، وبعد كده نزلت بحوالي 4 بصلات كده يا حبايبي، وخليت بصلاية واحدة في الكبة. تمام كده. هتعملي بيها ايه يا منى؟ تعالى اقول لكم اعمل بيها ايه. طبعا هضيف كام قرن فلفل حامي كده على بارد، وبعد كده كام فص توم كده، وهضيفهم على بعض وهحطهم في طبق على جنب. ليه يا منى؟ تابعوا بس الفيديو يا حبايبي وهقول لكم هنعمل بيهم ايه، علشان يخلي لي الممبار بتاعي يعني مميز كده، وكل اللي يدوقه يقول لي تسلم ايديك. بعد كده هفرم الطماطم. الكمية بقى يعني زي ما انتي عايزة. انا بحب الرز بتاعي يكون احمر كده وجميل ويكون مميز يعني. في ناس ما بتعملش تسبيكة للممبار، بس عايزة اقول لكم بصراحة يعني هو بالتسبيكة بيكون طعمه احلى. وان شاء الله انا كنت عاملاه معاكم قبل كده برضو بطريقة حلوة وجميلة، برضو هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي البصلة بتاعتي دبلت معايا، انا ما بديهاش لون غامق، بحب ان انا اخليها لونها فاتح شوية. وبعد كده بنزل عليها بالطماطم. بعد كده هضيف الملح. طبعا انا هقول لكم مش هضيف البهارات، وده كان ملح صيني عندي برضو، بديل لمكعب المرق. لو انت عندك مكعب مرق ضيفي مكعب مرق بداله. تمام كده. وبعد كده هضيف برضو رشة من السكر عشان تعادل حموضة الطماطم. وبرضو حطيت مكعب مرق وده اختياري طبعا عشان الكمية اللي معايا كانت كبيرة يعني. بعد كده يا حبايبي هسيبها تتسبك كده براحتها، واقول لكم نعمل ايه تاني. كان عندي بقى كده حزمة شبت كبيرة على حزمة بقدونس، هبدأ ان انا برضو اعملها في الكبة. كل حاجة في الكبة منادق بصراحة يعني منجزة. بحاول ان انا اسهل على نفسي، يعني هي كده كده بتديني نفس النتيجة. فبدل ما انا اقف نص ساعة واخرط لي ولا ربع ساعة في الخضرة، يعني لا اعملها في الكبة احسن. انت طبعا ما عندكيش كبة عادي ولا يهمك خالص، اعملي بالسكينة عادي بتطلع زي العسل. طبعا انا غاسلة حوالي 3 كوبايات كبار من الرز، غسلاهم كويس ومصفياهم. يعني حوالي يا حبايبي 2 كيلو من الرز مغسولين كويس ومصفيين. بعد كده الكلام اللي انا قلت لكم عليه، البصلايه بالثوم بالفلفل هضيفهم كده على الرز، وهنبدأ بقى نضيف التوابل الجميله. توابلك يا منى؟ معايا معلقه كبيره من الملح المبهر، معايا معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من البهارات السبعه، ومعايا معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. تمام كده. وهبدأ ان انا اضيف برضو معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسود. طبعا المعلقة تكون مليانة شوية علشان الكمية اللي معانا كبيرة. ورشة كده يا حبايبي من الجنزبيل، ورشة من القرفة. تمام كده. دي المكونات. بتحط قرفة يا منى؟ اه يا حبايبي بتديها طعم وريحة جميلة جدا، بس جربوها ما تكتروش القرفة، يعني حاجة بسيطة كده. بعد كده امسكي الكلام ده كله بالرز كده وقلبيه يا ريحة. واقسم بالله مش محتاجة ان انت تحطي تسبيكة ولا اي حاجة. ريحة بجد تحفة. يعني عايزة اقول لكم زمان كانوا بيعملوا كده، كان بيحطوا الخضرة بس عليه ويحطوا التوابل والبصلاية والحاجات دي، وما كانش بيضيفوا طماطم ولا اي حاجة. كانوا بيعملوه كده وكان بيبقى طعمه حلو برضه. خلاص كده حبايبي قلبت الخضرة
ما شاء الله تبارك الله. كمية الخضرة بتاعتك لازم تكون حلوة علشان الخضرة بتدي طعم جميل جدا للخلطة. ادي الطماطم اتسبكت معايا وبقت زي الفل وزي العسل. لازم تسيبيها لحد ما الإيدام بتاعها يطلع لفوق، يعني الزيت بتاعها يطلع لفوق كده على الوش، وبعد كده تضيفيها ايه على الرز. بس كده هنديها تقليبة كويسة، وهنبدأ ان احنا ايه نحشي الممبار مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، الممبار بتاعي نضف وبقى زي الفل وصفيته كويس. هبدأ بقى ايه امسك الممبار. انا بحب اضيف يعني احط الممبار على الصبعين دول، على الصباع ده والصباع ده. ببدأ ان انا اقلبه كده وامسكه كده. دي اسهل طريقة، اكنك انت بتزغطي بطاية، فاهمة؟ بتزغطي البط كده. فاكرين زمان اهالينا لما كانوا بيزغطوا البط؟ انت اعملي كده. بصراحة دي اسهل طريقة بالنسبة لي يا حبايبي، بصراحة يعني طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. عايزة اقول لكم ان انا ايه هوريكم كام واحدة كده، وهقعد على الارض عشان مش هقدر ان انا ايه اعمل الكمية يعني كلها وانا واقفة. تمام كده. لو انت وصلت لحد هنا يعني في الفيديو، اتمنى تحطي لي لايك بقى وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه اول مرة تزوروني وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. تمام كده يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هبدأ ان انا احشي كده زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم ما شاء الله تبارك الله، اكتر اكلة بتاخد وقت واكتر اكلة بتتاكل في 5 دقايق. من حلاوتها ومن جمالها والله العظيم ما بتقعدش خالص. بألف هنا وشفا على اللي اكل منه، بصراحة هيشكروا لي فيه جدا. وبألف هنا وشفا على اللي اكل منه، يعني بصراحة كان حلو وجميل. واتمنى ان انتوا تجربوا الخلطة دي وتقولوا رأيكم في الكومنتات انها عجبتكم ولا لأ. ودي اسهل طريقة يا حبايبي، حبيت ان انا اشارككم افكاري. يعني انا كنت نزلت فيديو روتين وكنت عامله فيه الممبار يعني، بس انا علشان وقت الفيديو ما كان يعني كان طويل، ومش حبيت ان انا اطول عليكم من الفيديو. ما حبيتش ان انا اطول عليكم من الفيديو يعني، فقلت ان انا اعمل لكم الفيديو ده منفصل، علشان خاطر في ناس بتحب تتعلم الطريقه من الاول للاخر. بس كده يا حبايبي، عملت الكمية دي وهبدأ ان انا ايه اعملها لوحدي. بعد كده حل على النار فيها مية مغلية. هنزل بكام ورقة كده من اللوري وكام عود كده من القرفة، ورشة كده بسيطة من الفلفل الاسود، ورشة بسيطة برضو من الملح. في ناس ما بتضيفش اي حاجة للمية، تمام؟ ما كده هتخلي طعم الممبار ملوش طعم، فاهمين؟ لكن انت لازم تضيفي برضو حاجات للمية كده علشان تديكي طعم حلو، نكهة حلوة يعني للممبار بتاعك. بس كده هنزل بكمية الممبار الموجودة معايا ما شاء الله تبارك الله. وعايزة اقول لكم اول ما بينزل كده في المية المغلية بيبدأ ان هو يقفل كده من الجناب. ما شاء الله تبارك الله، يعني جميل جدا. هسيبه كده يستوي براحته، وهوريكم شكله بعد ما يستوي هيكون عامل ازاي. ما شاء الله تبارك الله، شايفين؟ عايزة اقول لكم والله ما عادش اخد بالظبط مني ساعة الا ربع. الممبار بتاعنا يعني حلو وما خدش وقت في السوا، بسم الله ما شاء الله عليه. وبعد كده يا حبايبي هبدأ ان انا بقى ايه اخرجه من الشوربة بتاعته، وهبدأ ان انا ايه نحمره في الزيت. بس كده، ايه رأيكم؟ طريقة سهلة وبسيطة. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله وهو يعني قبل ما يتحمر كمان بيتكلم على نفسه. ويا جماله يا جماله، ايه رأيكم؟ حطوا بقى لايك للفيديو، ما تنسوش اللايك، جزاكم الله كل خير. بس كده، دي الكمية كلها خرجتها في في الغطا بتاع الحلة. قلت عشان ما وسخش مواعين كتير بقى، بما ان المواعين يعني انتوا شفتوها في فيديو الروتين حاجة كده بجد، يعني الله المستعان. بس كده يا حبايبي، انا ايه حمرته. تديله اللون زي ما انت عايزاه، غامق فاتح براحتك، انا بحب اللون الفاتح. وبس كده، تعالوا نشوف شكله عامل ازاي. ما شاء الله تبارك الله، ايه رأيكم؟ بألف هنا وشفا على اللي هيجرب طريقتي وادعولي طبعا اللي يجرب طريقته وتعجبه. يا ريت ما تنسونيش بقى الدعوة حلوة كده من قلبكم. ربنا يا رب يصلح حالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. يا جماله يا جماله، جه لحظة التقديم بقى، اللحظة اللي هو بقى بينزل على قلب الواحد كده. يا جماله يا جماله، شايفين؟ جبت بقى عودين كده بقدونس وحطيت يعني ايه عشان اكسر اللون بتاع الممبار. بس كده يا حبايبي، وده كان ممبارنا النهارده. اتمنى ان هو يعجبكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.